هذه المباراة انتهت ب4 أهداف للهلال. الهدف الأول جاء عن طريق المدافع أسامة هوساوي في الدقيقة 62، وهدفين الآخرين جاء عن طريق اللاعب تياغو نيفيز في الدقيقة 66، وأيضا الهدف الثالث جاء عن طريق تياغو نيفيز في الدقيقة 73. نشاهد الهدف الثاني للاعب تياغو نيفيز، وأيضا الهدف الثالث لتياغو نيفيز كما نشاهده الآن، بينما الهدف الرابع جاء عن طريق اللاعب محمد الشلو في الدقيقة 88. وعود التذكير والتصحيح بأن الهلال أصبح 19 نقطة في المركز الثالث، بينما الرائد يبقى على حاله ب7 نقاط. ألف مبروك للهلال، حظ أوفر للرائد في المباريات المقبلة، ويجب على إدارة الرائد البحث كثيرا في أسباب هذا الفريق الذي للمباراة الثامنة لم يذق طعم الانتهاء. 3 نقاط إلى رصيده، وأصبح النصر 20 نقطة في المركز الثالث. ونشاهد الهدف الأول اللي جاء عن طريق اللاعب يوسف السالم في مجريات الشوط الأول في الدقيقة 41. انتصار النصر جاء عن طريق اللاعب ريان بلال في الدقيقة 60 بضربة بظهره بتسجيله الهدف الأول، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 67 أيضا عن طريق نجم النصر هذا المساء ريان بلال، ليعطي فريقه 3 نقاط يضيفها إلى رصيده، ويصبح في المركز الثاني ب20 نقطة، ويبقى الاتفاق على حاله في 19 نقطة في المركز. صح علامة استفهام كبيرة في دوري زين السعودي لكرة القدم. أهداف نجران جاءت في البداية عن طريق أنس بن ياسين في الدقيقة 30، وهدف التقدم والتفوق عن النجم البارز في الكرة السعودية الحسن اليامي في الدقيقة 50، والهدفين التاليين جاء عن طريق اللاعب ديبا في الدقيقة 58 وال65 بالتحديد كانت من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد النصر إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، والحزم في المركز الأخير ب3 نقاط. وقد هدد رئيس مجلس إدارة نادي الحزم بالابتعاد عن النادي يوم السبت المقبل في حال عدم تدخل أعضاء الشرف ودعم النادي وانتشاله من وضعه الحالي، فالمؤشرات قد تؤشر إلى هبوط الفريق في حال استمراره في هذا الوضع. عموما ألف مبروك لنجران العودة والمستوى المميز، وحظ أوفر للحزم في المواجهات المقبلة. كابتن